صباح الخير. من باب التغيير هنعمل احلى فراخ روستو مشويه في الفرن بالزبده والثوم والاعشاب خرافيه. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه هجيب الخضار، اي خضار ينفع عندكم. انا جبت طماطم، بطاطس، بطاطا، روزماري، زعتر، بصل او ورمه. هجيب بقى كام مكعب من الزبده وهقطع عليه اوراق عود الروزماري والزعتر. يستحسن طبعا ان هم يكونوا فريش عشان بيفرقوا في الطعم والريحه كمان. هقطعهم كده بالسكينه وافرمهم كويس جدا لحد ما يبقوا بودره، وهحطهم على الزبده وهحط عليهم معلقه ملح كبيره، ودي للوصفه كلها، الفراخ والخضار، ورشه فلفل اسود ورشه جوز الطيب، وممكن نستبدلها برشه من البهار الحلو اللي هو الكباب الصيني، ورشه من الحبهان البودر، ودي ضروري جدا مع الفراخ، ومعلقه صغيره من المرقه الفوريه البودر. وهنقلبها كويس جدا، وانا دخلت الزبده 30 ثانيه بس الميكرويف عشان تسيح وتبقى لينه معايا واقدر اقلبها. هحط عليهم كمان 5 أو 6 فصوص من الثوم، هبشرهم كده واهرسهم باي هرسه ثوم، ودي هتبقى معايا الزبده المنكهه بالثوم والاعشاب للوصفه كلها. هقطع بقى الخضار، البطاطا، وقشرت كمان البصل بس للاسف ما تصورش، وهحط عليهم باقي الخضار، الطماطم والبطاطس وبواقي الثوم اللي بشرته. هحط عليهم بقى معلقه من الزبده المنكهه واقلبهم كويس جدا واسيبهم على جنب. هجيب بقى الفرخه بتاعتي واكون غسلاها كويس جدا، وهسيبها تتصفى شويه من الميه، وبعد كده هنشفها بورق مطبخ كويس قوي من بره ومن جوه من كل الجهات. وبعد كده هفصل اطراف الجناح عشان ما نتسببش في اي حاجه فيها زفار. هفتح بقى زي جيب كده بين الجلد وصدر الفرخه، هحط فيها حوالي من معلقه لمعلقتين من الزبده المنكهه، همشيها كده بايدي من بره وتتفرد بكل سهوله على صدر الفرخه من جوه، وده اللي هيخلي الصدر بتاعها طري جدا ودايب بالمعنى الحرفي. هجيب برضو الزبده وهدهن بيها الوراك من جوه، وهدهن بيها الفرخه كمان من بره، وهشيل الجزء ده من الفرخه وهدهن ظهرها كمان، وهدهنها كمان من جواها، وهحط من جواها بصلتين او ورمه صغيرين، ومعاهم عود من الروزماري وعود من الزعتر. هربط بقى رجلين الفرخة بالخيط الحراري عشان تبقى شكلها حلو. لو انتوا عندكم الجيب بتاع الفرخة نفسه اللي بيتحط فيها الرجول كتفوها وحطوها، بس انا ما كانش عندي، كان مقطوع. وهجيب طاسة واسخنها على نار عالية، واحط فيها شوية صغيرة من الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش، وعود من الروزماري وعود من الزعتر. هحط بقى الفرخة بتاعتي واديها رشة محترمة من الفلفل الاسود، واحمرها من كل الجهات، تاخد لون من على وشها وظهرها وجنبها من كل حته زي ما انتوا شايفين كده. هشيلها واحط مكانها الخضار برضو ياخد تشويحه في الزبده المنكهه اللي انا نكهته بيها، ومع الثوم والاعشاب في الاخر لونه هيبقى فظيع وطعمه يتاكل قبل الفرخه. هوسع بقى للفرخه بين الخضار واحطها، واحط شويه ميه مغليه صغيرين، واغطيها بورق زبده وورق فويل، واكبسها كويس جدا عشان احبس الحراره والبخار، وده اللي هيطري لي الفرخه مع الزبده طبعا. وبعد كده احطه بقى في فرن مسبق التسخين على درجه حراره 200 او 220 على حسب الفرن بتاعك لمده ساعه ونص. هتطلع بالجمال ده. طبعا هي مش واخده اللون اللي احنا عاوزينه لانها كانت متغطيه. هناخد بقى من الدهون اللي نزلت من الفراخ تحت الخضار وهندهن بيها الفرخه وندخلها تحت الشوايه تاخد لون ذهبي حلو، تطلع بقى رهيبه. سامعين الصوت؟ شايفين الجمال؟ الخضار مع الفراخ مع الزبده والثوم والاعشاب الروزماري والزعتر خلي ريحه البيت رهيبه. بصوا الفرخه ازاي واخده لون حلو قوي قوي من بره ومستويه ودايبه جدا جدا. بصوا الصدر ازاي دايب بيتفتح بكل سهوله. بصوا العظم ازاي نظيف ومستويه على الاخر. هقدمها بقى مع رز ابيض. شايفين لون الوراك عامله ازاي وجمالها فظيعه، ولا البطاطس ولا البطاطا ولا الطماطم ولا البصل كله دايب على الاخر، اتكرملوا وخدوا لون الشوي والريحه جباره. بصوا بقى الفراخ دايبه ازاي وطعمها اكنكم جايبينها من بره بالظبط واحلى كمان. مش قادره اقول لكم على جمال الخضار. البطاطا دايبه دوب ومتكرمله وواخده طعم رهيب، والبطاطس خطيره، والطماطم والبصل حاجه تانية خالص. بصوا بقى عظمه الدبوس طلعت بكل سهوله ازاي، ده دليل على التسويه المظبوطه والعظمه طالعه نظيفه وبيضه. بصوا كمان هنا اللحمه بتقع من على العظم ازاي لانها بجد دايبه دايبه بالمعنى الحرفي. طعمها خطير. جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. ولو عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وكمان ما تنسونيش. انا منى الموان. باي باي.